أكتر حاجة اتعلمتها مؤخرا إن الأنوثة مش حاجة أكتسبها، بس حاجة أبطل أقاومها. Let me explain. زمان كنت فاكرة إني لازم أتعلم إني أكون أنثى كأنها مهارة ناقصة عندي، بس بعدين فهمت إن المشكلة مش علشان كنت حاسة إني مش أنثى كفاية، بس المشكلة إني كنت بعيدة عن نفسي. كل بنت فينا هي أنثى جذابة من جواها، بس علشان sometimes بنمر بظروف معينة بتخلينا إن إحنا نطلع الماسكلين انرجي بتاعتنا. بنحس بعض المرات إن إحنا لازم نشرح نفسنا أكتر، ولازم نبرر، ولازم نعلي صوتنا علشان الشخص اللي قدامنا يفهمنا. بس مش لازم تعملي كل ده علشان بس to prove your point. فانتي كده مش حاسة ان الماسكن انرجي بتاعك خلاص بقى يعني سيطر عليكي، ومش عايزة تكوني في الطبيعة الأنثوية بتاعتك. فلما بنيجي بنتكلم كده ردود أفعالنا بتبان ان هي عنيفة، وكأني لازم اختار اني ابقى قوية او اني ابقى أنثى. فاهمين قصدي ايه؟ بس الحقيقة ان الأنوثة مش ضد انك تكوني قوية او تكوني واضحة مع الناس اللي حواليكي. فمش لازم دايما نبرتك او صوتك او ردود افعالك تكون بالحدة دي. فعلشان كده لفترة طويلة كنت فاكرة اني اكون شخص يبقى عندي حدود، وان موقفي يكون دايما واضح. ده معناه اني خارجة عن انوثتي او الطاقة الانثوية بتاعتي. بس ده كان بالنسبة لي بس يعني تعبير عن نفسي. التحول بقى حصل لما بطلت أسأل أنا كده أنثوية أكتر ولا لأ، وبدأت أقول وأسأل أنا مرتاحة مع نفسي، قريبة من نفسي، على طبيعتي أكتر، صادقة مع نفسي. ساعتها بقى فهمت إن التصالح وإنك تكوني متصالحة مع نفسك مش معناه إنك تغيري نفسك، بس إنك تتقبليها. زمان لما كنت في الميدل سكول المتوسط وكده، يعني وقتها بقى البنات طبيعي ان احنا جسمنا بيتغير، وانا كنت من الاشخاص كنت دايما بحس بخجل مش طبيعي لما كنت دايما بمشي كده يعني قدام الناس. يعني لو حاجة تيشيرت لازق عليا ولا حاجة كنت دايما بحس بالاحراج. كنت دايما امشي كده يعني ظهري كان مايل دايما علشان بس ما بينش اي ملامح من جسمي. بعدين اكتشفت اللي هو يعني طيب انا ليه بعمل كل ده؟ ليه طيب؟ يعني بينما البنات اللي حواليا دايما عايزين الملامح دي، انا كنت دايما بخبيها. كنت دايما بحس بالاحراج لما حد كده بيركز عليا، علشان كنت بحس ان هما بيتكلموا عليا. بعدين قلت اللي هو يعني طيب انا ليه بعمل كل ده؟ ليه ما تقبلش نفسي؟ طيب ليه مش ماشيه بثقه؟ طب انا مستحيه يعني ان انا بنت؟ لو حد تاني بيبص لي دي يعني مشكلته، بس انا ليه ماشيه كاني عامله حاجه غلط؟ بس بعدين خلاص يعني غيرت تفكيري، وبدات ان انا اكون فخوره بالايدنتيتي بتاعتي وبالسكشواليتي بتاعتي. يعني ان انا اكون انثى مش حاجه المفروض اكون مستحيه منها، واني دايما امشي بثقه عاليه. فبعدين بدات بقى ايه، بدل ما امشي كده بدات امشي كده اللي هو يعني بثقة تامة كده، واللي عايز يتكلم يتكلم واللي عايز يبص يبص، أنا مالي. الأنوثة إنك تكوني على طبيعتك من غير ما تشرحي نفسك ولا تحسي إنك مطالبة إنك تعتذري. وصدقيني لما أقولك إنك هتقابلي ناس في المستقبل هيحاولوا إن هما يشككوكي بنفسك. حتى لما تيجي تتجوزي وتتعرفي على ناس، في رجالة كده مش حتى بيحبوا انك تكوني على طبيعتك، علشان شايفينك انك اوفر، او شايفينك انك بتحاولي
تكوني حاجة مش انتي. ففي ناس كده يعني عقليتهم تبقى مريضة، فدايما بيحاولوا ان هم يطفوا النور اللي عندك ده، وان تكوني يعني bubbly وانك socialize. ده sometimes بيحدد رجولة الشخص اللي انت معاه. يعني انا كنت من الاشخاص اللي دايما bubbly ودايما بحب الحياة، بس علشان مريت وقابلت ناس معينة حاولوا دايما ان هم يكسروا اللايت اللي هو ده كان دايما موجود في عينيا. يعني ممكن نتكلم كلام عادي، بس دايما عينيا كان بتلمع. كنت دايما بحب ان انا اتكلم كتير واشارك رأيي وكده. وبعدين اكتشفت ان الناس اللي حواليا عشان هم كانوا insecure، كانوا دايما عندهم مشاكل مع نفسهم، فبيحاولوا يأثروا عليا. لما تيجي تتقبلي نفسك وتكوني متصالحة مع نفسك، كل حاجة تانية هتبقى سهلة بالنسبة لك. يعني انك تهتمي بنفسك وانك تغذي روحك وعقلك وقلبك، كل ده هيكون سهل بالنسبة لك، علشان انت دلوقتي your first priority. يعني انت أولوية نفسك دلوقتي. فأي حاجة تانية بتيجي بعدين تصدقيني مش تفكري فيها. لازم تقولي وانا حتى أنثى أنا قوية في نفس الوقت. أنا أنثى حتى وأنا مش بحاول إن أنا أثبت حاجة للناس اللي حواليا. كوني على طبيعتك، ما تخليش حد يطفي النور اللي عندك. يعني النور اللي بيطلع من عينيكي والحماس، وإنك تكوني شخص كده بابلي. يعني ما تخليش حاجة تحسسك إنك مش قوية enough ومش أنثى enough. وفي نفس الوقت مش معنى ان انا انثى خلاص يعني ان انا ابطل يعني اعمل سيلف كير واهتم بنفسي واغذي روحي وعقلي وقلبي. بس لازم تعرفي انك علشان تستمر بالعقلية دي لازم تمرني دماغك. لازم تكوني من جواكي قبل انك تتغيري للأحسن، وعايزة تغيري من نفسك وتحاولي تغيري العادات الوحشة اللي عندك. انك تكوني احسن ده مش معناه انك هتكوني احسن وانت قاعدة في نفس المكان، او احسن وانت بتفكري بنفس الطريقة. لازم تروحي لمكان ابعد. لازم you have to get out of your comfort zone. يعني لازم تطلع من مكانك السيف. المكان اللي انت قاعدة فيه دلوقتي ده مش مكان هيخليك تفكري كده. اهتمي بنفسك، اهتمي مش بس بالشكل، اهتمي بالعقل اللي عندك. الحاجات اللي بتقرأيها لازم تكوني very careful. انت بتقرأي ايه، بتتفرجي على ايه. حتى الكلام اللي بتقرأيه ده بيدخل دماغك. الحاجات اللي انت حتى بتتفرج عليها، الاماكن اللي بتروحيها، الناس اللي بتعرفي عليهم، كل ده عوامل بيأثر عليك انت بعدين. انك تكوني احسن ده معناه ان لازم هتبدأي انك تتغيري وانك تخسري ناس كتيرة جدا. فخليكي زي ما انتي، واعرفي انك كفاية ومش محتاجة تثبتي اي حاجة لأي حد. واعرفي كمان انك انت ما عندكيش competition مع اي حد تاني. لو في competition هنا او منافسة، تبقى منافسة مع نفسك. منافسة انك هتكوني احسن كل سنة، وهتفكري بطريقة ايجابية، وهتحبي نفسك وهتهتمي بنفسك. علشان انت لو بتحبي حد تهتمي بيه. فلو انت عايز تحبي نفسك والناس اللي حواليك يحبوكي، لازم انت تبدأي من عندك. لازم الانفايرمنت بتاعتك تكون healthy وتكون كله ايجابي. علشان احنا دلوقتي في ميشن
عندنا goal إن إحنا عايزين نكون متصالحين مع نفسنا، وإن إحنا نكون مرتاحين مع نفسنا. فعلشان تتغيري للأحسن لازم تعرفي إنك هتبدأي تتغيري حاجات كتيرة جدا في حياتك. مينفعش تكوني في نفس المكان وتتغيري. اهتمي بنفسك وحبي نفسك وعيشي حياتك بالطريقة اللي انت عايزاها، بس اعرفي دايما هنا انك هتكوني احسن. وده كان كل الكلام اللي انا كنت عايزة اقوله. يا رب استفدتوا اي حاجة من اللي قلته. ولو عندكم اي questions please ابعتولي في الكومنتس.